استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى الرئيس الفخري للمؤسسة الخيرية الملكية حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية هذا اليوم. استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة وعددا من المسؤولين في المؤسسة ومجموعة من الأيتام البحرينيين تزامنا مع يوم اليتيم العربي، والذين رفعوا إلى المقام السامي أصدق آيات الشكر والتقدير والامتنان على دعم جلالته ورعايته الأبوية الكريمة التي يوفرها لأبناء الخيرية الملكية، وحرصه حفظه الله على تقديم جميع الخدمات وبذل كافة السبل لرعايتهم، وتوجيهاته الدائمة بتطوير عمل المؤسسة الخيرية الملكية لتقديم أفضل الخدمات لجميع الأيتام في مملكة البحرين. وفي مستهل اللقاء قدمت مجموعة من الأيتام باقات زهور إلى جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، ثم تشرف أعضاء مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية والهيئة الإدارية والأيتام بالسلام على جلالة الملك المفدى. هذا وقد رحب جلالة الملك المفدى بسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وبجميع أعضاء مجلس الأمناء وكافة المسؤولين والموظفين والأيتام، مثمنا جلالته الجهود المتواصلة والكبيرة التي تبذلها المؤسسة الخيرية الملكية بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس مجلس الأمناء في خدمة العمل الخيري ودعم الإنسانية داخل وخارج البحرين، معربا جلالته عن شكره على هذا العمل الإنساني الكبير الذي يقومون به كمسؤولين ومربين. كما أشاد جلالة الملك المفدى بما حققته المؤسسة الخيرية الملكية من إنجازات على المستوى المحلي والخارجي، وبما تقدمه من برامج في سبيل تقديم أفضل الرعاية والاهتمام الراقي للأيتام وتهيئة كافة السبل والخدمات المتميزة لتوفير الرعاية الكريمة لهم وتأهيلهم لمستقبل واعد بإذن الله تعالى لخدمة مملكتنا الغالية ومن أجل مستقبل أبناء البحرين الكرام، إضافة إلى ما تقوم به المؤسسة من جهود نبيلة لتقديم العون والإغاثة الإنسانية للاجئين والمحتاجين في الدول الشقيقة. ووجه صاحب الجلالة حفظه الله إلى المزيد من الاهتمام بتقديم كافة أشكال الرعاية المتميزة لكل الأيتام والأرامل وجميع المواطنين الكرام الأكثر حاجة، والتركيز على جودة ونوعية الخدمات المقدمة انطلاقا من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وتقاليدنا البحرينية الأصيلة وروح التكافل والمحبة التي تجمع أهل البحرين دائما، مشيرا جلالته إلى أننا ولله الحمد نعيش في نطاق الأسرة الواحدة، والبحرين عريقة بتاريخها وطيبة بأهلها ومحبتهم لبعضهم البعض أبا عن جد، وأننا سنعمل على تقديم كل ما نستطيع تقديمه من أجل أبنائنا، معربا جلالته عن تطلعه بأن يسهم أبناؤنا وبناتنا في تقدم وازدهار وتنمية مملكة البحرين وتعزيز نهضتها ورفع اسمها عاليا في جميع المحافل. وتمنى جلالة الملك المفدى لجميع المسؤولين في المؤسسة الخيرية الملكية والعاملين فيها دوام التوفيق فيما يسعون إليه دائما من عمل إنساني نبيل يهدف إلى خدمة الأيتام ورعايتهم وتطوير أداء المؤسسة وخدماتها وبرامجها ومشروعاتها الخيرية والإنسانية. وقد أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن شكره وتقديره إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى على استقبال جلالته للأيتام ولقائه بهم بصورة مستمرة، الأمر الذي يؤكد حرص جلالة الملك المفدى على الاهتمام برعاية الأيتام وصون حقوقهم وكفالتهم بما يضمن لهم العيش الكريم. وأشار سموه إلى أن جلالته وجه إلى الاهتمام بالأيتام ورعايتهم الرعاية الشاملة في كافة الجوانب بما يعينهم على تكوين شخصياتهم وصقل مهاراتهم والعمل بشمولية تامة وتكوين شراكات مجتمعية مع مختلف القطاعات. هذا ما سارت عليه المؤسسة الخيرية الملكية في مسيرتها المباركة منذ تأسيسها وفقا لرؤية جلالة الملك تجاه أبنائه الأيتام. وأضاف سموه أن جلالة الملك المفدى يقدم الكثير للأيتام والمحتاجين وللعمل الخيري بشكل عام،
وما يحظى به الأيتام في المملكة من رعاية أبوية كريمة وحرص كبير من جلالة الملك على لقائه المستمر لهو أكبر دليل على ما ينعم به جميع المواطنين الكرام وخاصة الأيتام من رعاية واهتمام من قبل جلالة الملك، مؤكدا سموه أن الاهتمام والرعاية الأبوية الكبيرة من جلالة الملك المفدى تمثل دافعا لبذل المزيد من العمل المخلص والعطاء الصادق لتوفير كل أنواع الرعاية الشاملة للأيتام في مملكة البحرين. مع كلمة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية، ليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظكم الله ورعاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتشرف يا سيدي أن نقف بين يدي جلالتكم الكريمة، ويشرفنا أن نرفع إلى مقام جلالتكم السامي باسمنا وأعضاء مجلس الأمناء ونيابة عن جميع منتسبي المؤسسة الخيرية الملكية خالص آيات الشكر والولاء والعرفان والامتنان على ما تولونه جلالتكم من اهتمام ورعاية بالمؤسسة الخيرية الملكية، وحرص جلالتكم على تطوير الخدمات المقدمة للأيتام والأرامل وتوفير الرعاية الشاملة لهم، ومبادرات جلالتكم حفظكم الله على مد يد العون للأشقاء والأصدقاء من الدول لمساعدة المنكوبين وإقامة المشاريع التنموية لهم، خصوصا في مجالي الصحة والتعليم. فبصماتكم الخيرة وأياديكم البيضاء ممتدة للجميع داخل وخارج البحرين، فجزاكم الله على ذلك خير الجزاء. وبما أن سمو الشيخ ناصر سمح لي أن أتكلم من القلب، ودائما أفضل في وجوده أنه يتكلم، إحنا نحب فكره ورؤيته، وهو رجل فارس شاعر أديب كريم. ودي أوصل لك أمانة، وهاي الشيء تزامن مع الجوائز الكثير اللي حصلناها، جوائز عالمية ومحلية، بس أغلى جائزة أنا أحس حصلناها اللي من أم لأيتام ترفع يدها للسماء ومو في حضوركم، تدعي لكم بطول العمر وللبحرين الخير والأمان. هاي نعتبرها أمانة أكبر جائزة، ولا أريد أحصل الجوائز العالمية. اليوم كان لي شرف أول شيء دعمكم ومكرمتكم لبناء برجين ضمن الاستراتيجية الخمسية اللي تصب في الاستراتيجية العشرينية لتكوين محفظة استثمارية مالية تضمن مستقبل واستمرار هالعمل الرائع وإنشائكم للمؤسسة المباركة في المستقبل لتجنب أي تقلبات اقتصادية. ونتكلم عن بعد 20 سنة من الآن، والعمل جاري بمهنية عالية بتوجيه من سمو الشيخ ناصر من ناحية الإبداع والتحفيز، والإنجازات كثيرة من مركز ناصر إلى رعاية الأيتام بالشمولية إلى الاعتناء بصحتهم. ولا أريد يعني أطيل في الإنجازات، فهي كثيرة، وأنتم على علم باعتباركم رئيس الفخري للمؤسسة. لا أستطيع إلا أن أطلب من الله أن يطيل في عمركم ويجزيكم خير جزاء على عملكم، ومحلكم لرعاية الأيتام الجنة. شكرا. ومع قصيدة بعنوان حمد أنت الأب الغالي تقدمها الطالبة نوف عبد العزيز سعود الدوسري.
إذا تسمح لي طال عمرك أبلغكم تحياتي، سلامي وحبي وأشواقي، نيابة عني وإخواني وكل أهلي وخلاني، وكل رملة في أرض الخير، وكل قطرة بشواطينا، وكل بذرة في أراضينا زرعتها بإيدك الطيبة. نقول بصوت جمعنا حمد أنت الأبو الغالي، حمد أنت الأبو الغالي. تراني اليوم من صدقة ولاني قادرة أستوعب، وإذا في الظن حلمانة مليك يحضن عياله، يكلمهم ويسمعهم ويشجعهم ينصحهم، ولا عادوا أبد أيتام. ولكن ليش أستغرب وليش أقول حلمانة؟ تراني عند أبو سلمان. سألتك يا عظيم الشان ولا أسأل أبد غيرك، تدوم أفراح ديرتنا ويبقى دوم والدنا ملكنا الغالي أبو سلمان. قبل لا أروح وأسلم إذا تسمح لي في كلمة، جميع الناس وصوني وخلوها أمانة لك أسلمها، وهالكلمة طال عمرك أبد ما تنكتب بأقلام ولا حروف اللي غضمها ولا الأحبار تطبعها، ولكن تنطبع في الراس وتكتبها قلوب الناس. أبد ما وفتك حقك، وحقك دين فوق الراس، وحقك دين فوق الراس. بعد ذلك تشرف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بتقديم التقرير السنوي للمؤسسة الخيرية الملكية للعام 2016 لجلالة الملك المفدى، والذي يحوي أبرز إنجازات المؤسسة. كما تشرف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بتقديم هدية تذكارية إلى جلالة الملك المفدى بهذه المناسبة.